السلام عليكم. معكم ميس منال محمود وسلسلة التأسيس المجانية من الصفر، وما زلنا بنتابع معاكم طريقة كتابة الحروف اللغة الإنجليزية بشكل صحيح ونطقها بالطريقة الصحيحة. ومعانا النهاردة حرف الإف. إف، الحرف ده اسمه إف. إف كابيتال وإف سمول. إف كابيتال وإف سمول. اسمه إف. اسمه إف. انا مش بحب اكتب بالعربي زي ما قلت لكم اسم الحرف فوق، فانا بكتبه برموز الترانسكريبشن او رموز الصوتيات بتاعه اللغه الانجليزيه، واللي هتعرفوها معايا بعد كده بالتفصيل ان شاء الله في كورس الصوتيات. اف اف اف. اما صوته فحرف الاف يا جماعه من الحروف برضو السهله اللذيذه اللي ملهاش اكتر من صوت ومش هيدوخنا، لان ليه صوت واحد بس وهو الف ساوند. ف ساوند. ف ف فان. ف ف فان يعني مروحة. ف ف فروت. ف ف فروت فاكهة. ف فان. ف فروت. تعالوا نكتب مع بعض حرف الاف بطريقة صحيحة. هناخد دلوقتي الاف كابيتال، خط طويل مستقيم بيمتد بين الثلاث سطور، السطرين الأساسيين للغة الإنجليزية والسطر الثالث الوهمي اللي قلنا عليه. تمام. وهنعمل شرطة كده وشرطة كمان كده، كمان مرة خط مستقيم وشرطة كده على الخط الوهمي ده وشرطة كده كمان، واخر مرة للاف كابيتال وكده وبعدين كده. سهلة جدا. اما بالنسبة للاف السمول برضو سهلة جدا. هنعمل زي خط معوج كده يمر بالخط الثالث الوهمي وينزل مستقيم كده. تمام. وهنحط في النص الشرطة دي، يبقى كمان واحدة. هي التانية دي ظبطت معايا اكتر. وبعدين كده يلمس السطر اللي فوق وينزل مستقيم، وبعدين خط في النص يمر بيه زي علامة الزائد كده. تمام. وبرضو عشان الاسهم بتاعتنا، عشان ما ننساش الطريقة الصحيحة للكتابة، اول حاجة من فوق لتحت الخط المستقيم وشرطة كده وشرطة كده. وده بالنسبة للاف سمول كده من فوق لتحت برضو والشرطة دي كده. تمام. برضو يا ريت واحنا بنعلم الطفل او المبتدئين اللي بيتعلموا معايا طريقة كتابة الحروف يا جماعة تكون بالطريقة الصحيحة ليها. يعني مش اكتب شكل الحرف اقلده خلاص، لا غلط طبعا. لازم يتعلم طريقة كتابة الحرف من فوق لتحت او زي ما هو موجود حسب الاسهم دي. لازم يتبع الطريقة الصحيحة في الكتابة عشان يكون كاتب الحرف بطريقة صحيحة. وبكده نكون انتهينا من حرف الاف وطريقة كتابته ونطقه بالطريقة الصحيحة. واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.